قال ابن القيم رحمه الله: لم يأت الحزن في القرآن إلا منهيا عنه، كما في قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، أو منفيا كقوله تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسر ذلك أن الحزن أحب شيء إلى الشيطان، أن يحزن العبد المؤمن ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه، وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. لذا يقول ابن القيم: الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن. لذلك افرحوا واستبشروا وتفاءلوا وأحسنوا الظن بالله، وثقوا بما عند الله وتوكلوا عليه، وستجدون السعادة والرضا في كل حال. السلام عليكم. سأل رجل مهموم حكيما فقال: أيها الحكيم، لقد أتيتك وما لي حيلة فيما أنا فيه من الهم. فقال: سأسألك سؤالين وأريد إجابتهما. فقال الرجل: اسأل. فقال الحكيم: أجئت إلى هذه الدنيا ومعك تلك المشاكل؟ قال: لا. فقال الحكيم: هل ستترك الدنيا وتأخذ معك المشاكل؟ قال: لا. فقال الحكيم: أمر لم تأت به ولن يذهب معك، الأجدر أن لا يأخذ منك كل هذا الهم، فكن صبورا على أمر الدنيا، وليكن نظرك إلى السماء أطول من نظرك إلى الأرض، يكن لك ما أردت. ابتسم، فرزقك مقسوم وقدرك محتوم، وأحوال الدنيا لا تستحق الهموم، لأنها بين يدي الحي القيوم. يقول أحد المتأملين: يحيى المؤمن بين أمرين، يسر وعسر، وكلاهما نعمة لو أيقن، ففي اليسر يكون